فيديو بارت 3 من كيفية استخراج الترخيص الطبي في الامارات. طيب احنا الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن الورق، الداتا فلو، الامتحان. طيب اخر خطوة بقى بعد ما بتخلص الريبورت بتاع الداتا فلو، بعد ما بتمتحن وربنا يكرمك وبتعدي، النتيجة بتطلع ساعتها بعديها ب 24 ساعة على البورتال بتاع شريان، او بتطلع بعد منها ب3 ايام بتجيلك على الميل يعني. بعد ما بتخلص دولت انت المفروض بقى في خطوة تانية، بيرجع يحولك تاني على شريان اللي هي البورتال بتاعتك. في فورم انت بتقدمه للدي اتش اي هنا عشان تاخد حاجه اسمها الاليجيبيليتي ليتر. الاليجيبيليتي ليتر ده اللي هو خطاب الاحقيه اللي انت المستشفى فيما بعد بتاخده تحوله الترخيص. فخلينا واحده واحده عشان الناس بس ما تتوهش. فانت دلوقتي خلصت الداتا فلو، خلصت الامتحان، بتروح رايح على هو بيحولك دايركت، يعني كل ده بيبقى تحويلات. تعمل ابلكيشن بيتكلف حوالي 240 درهم او 250 درهم مش فاكر. تفضل بقى تعبي شويه بيانات كده، وبيبقى بتقدم نفس الورق اللي انت قدمته على الداتا فلو، وبيبقى هو لينكد اصلا. يعني انت بتقول اد لينكد سيرتيفيكتس، فبيجيب لك الشهادات اللي انت كنت مقدمها على الداتا فلو، لان هو كله بيبقى اكونت واحد. فبتعمل بس بتفضل تملى تعملهم لينك تاني، لينك 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 لينك، وبتعمل ابلاي للابلكيشن على الدي اتش اي. لازم يكون معاك بي ال اس وتبقى فاليد، ولازم تكون كل شهاداتك طالعه بوزيتيف. انا في ورقه اقسم بالله الورقه دي عذبتني عذاب لا تتخيل. انا كنت مطلع ورقه من جامعه اسكندريه اللي انا شغال هناك، بس معيش حاجه تثبت ان انا اشتغلت من فتره كذا لفتره كذا. ولما الريبورت بتاع الداتا فلو طلع لي من غير تواريخ. كانت مشكله كبيره، واول مره قدمت الابلكيشن اترفض وراح عليا ال 250 درهم، ورجعت قدمته تاني بعد ما عملت الورقه دي. بس الورقه دي عذبتني عذاب لا تتخيله. وشكرا للناس اللي تعبت معايا في الورقه دي، اللي انا هعمل لها فيديو مخصوص كده. خلاص انت بتقدم الابلكيشن بياخد حوالي 5 ايام عمل. اول ما بيبقى ورقك كله تمام، قدمت انت عملت كله بقى لينك اللي هو البي ال اس والشهادات بتاعتك، بيجي لك ان your application has been approved. ودي احسن رساله ممكن تشوفها في حياتك. يعني يجي لك رساله كده بالريد بutton ان انت تحمل الاليجيبيليتي ليتر بتاعك، ودي بتبقى احسن لحظه في حياتك. يعني انا اللحظه دي اقسم بالله اتعذبت علشانها. فبتحمل بقى الخطاب الاحقيه بتخليه معاك. ده كده انت بتروح بقى تقدم على المستشفيات تقول لهم يا جماعه انا معايا اليجيبيليتي ليتر، I have DHA eligibility letter. تشتغل في مستشفى على فكره الدي اتش اي خاصه بدبي، كل اماره ليها امتحان. بتروح بقى تقدم انت على المستشفيات، والمفروض انت اصلا بتعمل كده قبل ما تخلص الداتا فلو وقبل ما تخلص الامتحان. بتروح تقدم على المستشفيات عشان عقبال لما يجي لك رد تكون انت خلصت الكلام ده، او انت لو جاي هنا جاهز خلاص انت بتقدم على طول. ربنا يكرمك وبيوفقك، وبيقول لك خلاص تعالى، بيجي لك اوفر ليتر يعني من مستشفى ما، بيقول لك هات الاليجيبيليتي ليتر. فهم بياخدوا الاليجيبيليتي ليتر، هم بيتكفلوا بقى بكل اللي بعد كده. هم بيدفعوا لك الثمن التحويل، بيعملوا اكتيفيشن لللايسنس بتاعتك، بيحولوه بقى لترخيص اللي هو اللي انا كنت وريه لكم، اللي هو اللي انا وريت لكم في الفيديو اللي هو الاولاني اللي انا قلت ان انا اشتغلت تمريض والترخيص وبتاع. هو ده بقى بيبقى الترخيص بتاعك. من احسن اللحظات اللي ممكن تشوفها في حياتك، اللي انت اخيرا حصلت على الترخيص في الامارات ودلوقتي تبقى جاهز تشتغل. حته تحصيل الوظيفه مش سهله خالص ومش صعب. عشان ما نطولش في الفيديو ده، الفيديو اللي بعد كده هتكلم في حاجه تانيه.